سلام حبوبات قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا كما تعودنا ما ننساوش نصلي ونسلم على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كما راكم تشوفوا حبيبتي، اليوم جيتكم فكره لطبق رئيسي، يعني دوزيام بلا تقدروا يعني ديروه، يجي بزاف روعه. طاجين اليقطين اللي يعني راهم داير حاله. اليوم حبيت نديره لكم بطريقتي. شوفوا هنا كيفاه كنت قسمته لكم، كنت حشيته من الداخل بالسلق وبالفرماج هكذا، وشوفوا كي قسمته كيفاه راهو باين الطري روعه روعه وما يجيش ناشف. اول حاجه حبوباتي رايحين نوجدوا، انا كنت رافقته مع اسمها طاجين الزيتون. نجيو نوجدوا هنا لاصوص مع بعضنا والزيتون مع بعضنا. حكمت قدرات تاعي، درت فيها شويه تاع زيت، قطعه كيما راكم تشوفوا هكذا تاع سمن، وحكمت درت طرف هكذا تاع دجاج. رايحه نقليه مليح مليح، خليه حتى يتقلى مليح. ومن جهه منها راني حاطه الزيتون يغلي، انا يعني نغليه غليه الاولى في لو طون اللي راني نقليه وكلش هو يهز الغليه، نصفيه ومن بعد نزيد نقليه في لاصوص. هذه هي طريقتي. هنا بالنسبه للملح انا ندير دكا الملح للدجاج، وما نزيدش ندير الملح في طاجين الزيتون. بعد ما يطيب اذا شفتو ناقص نزيد، وديما يجيني يعني سوا ما نزيدش مره، باسكو كيما نعرفوا الزيتون يحكم الملوحيه تاعو. يسمى ندير دكا للدجاج باه ما يطيبش صامت. والزيتون هاو بماه. شوفوا بعد ما تقلي لكم هذاك الدجاج مليح هكذا. هنا كنت حكمت كميه هكذا تاع شامبينيون، رايحه نقليه في هذاك السمن والزيت بهذه الطريقه. ومن بعد رايحه نزيد ليه البصله. هنا كنت رحيت حبه تاع بصله مع السنه تاع ثوم. راني مديره نار قليله وراني نقلي كل حاجه نعطيها حقها في التقليه. دوك نعطيكم السر يعني باه يجيكم طاجين الزيتون تاعكم خاطر ويجي بزاف بنين. هنا حبوباتي رايحه بعد ما خليته تقلى، خليت هذيك البصله تقلات مليح. قلت لكم على نار قليله، كيما نعرفوا الحوايج هذو تاع الطين يحبوا النار القليله. هنا كنت طفيت على هذاك الزيتون ورحت صفيته، ما نشلتوش، صفيته برك. وهنا زدت حطيته باه نزيد نقليه. هنا زدت ثاني حبيت هكذا تاع زروديه كنت قطعتهم ورايحه نقليهم. قلت لكم مين راني نزيد حاجه راني نخليها تتقلى. هنا رايحه نبدا ندير في لي زيبيس. درت فلفل الكحل، هنا الكزبر، ندير الكركم. يعني نعطيكم في طريقتي، يعني كل وحده دير يعني لحبت طريقتها. وبصح جربوا هذه الطريقه راح يجيكم بزاف بنين. درت رشه خفيفه برك تاع زنجبيل ورشه خفيفه برك تاع راس الحانوت، ونزيد نخليهم يتقلاو شويه. نغطيهم هكذا ونخليهم يزيدو يتقلاو شويه. ها شوفوا من بعد هنا تحسوا باللي هذاك خليط لك الزيت تاعو كلش. هنا رايحه نزيد هذه الملعقه تاع فرينه اللي ماهيش رايحه يعني تاثر في الذوق، بصح رايحه تخلينا طاجين الزيتون تاعنا يجينا خاطر ما يجيش يعني كيما نقولوا موز غاريت، فهمتوني؟ هذيك الملعقه تاع الفرينه نديرها هكذا ونقليها شويه باه يعني كيما نقولوا تشرب هذوك لي زيبيس، ونقليها غير شويه. وهنا رايحه نجي نمرق. بالنسبه حبوباتي هنا كي تعودوا تمرقوا خاصه، يعني هو طاجين الزيتون ما يحبش الماء بزاف، وكي تعودوا تمرقوا في هذو تاع الطين ثاني ما تكثروش الماء. شوفوا راني ندير غير بشويه ونشوف قيس ما غطيت الدجاج تاعي برك وحبست. من بعد معايا خضير رايح يجي ثمثم. وما تنساوش راهي فيه ملعقه تاع فرينه في الفرينه، ما تكثروش بزاف، يعني الملعقه تاعكم ما ديروهاش معمره بزاف. غطيت عليه وخليته يطيب. هنا راح نجي نوجد اليقطينات تاوعي. هنا كنت حكمت درت دجاج كنت رحيته، زدت له ملعقه من هذيك البصله، كنت نحيت ملعقه هكذا زدتها هنا. زدت شويه تاع معدنوس وراح ندير لي زيبيس. درت ملح، فلفل الكحل، كزبر، نفس لي زيبيس اللي كنت درتهم في اللاصوص تاعي. ندير شويه تاع كركم. هنا برك انا كنت زدت الفلفل الاحمر، حبيت ندير فلفل الاحمر مع الكركم باه نتحصل شويه على اللون اللي رايح في الاورانج. كما نعرفوا اليقطين يا اخي هو يعني برتقالي. زدت رشه خفيفه برك تاع زنجبيل. وهنا بالنسبه لاشابلور انا راني هنا ندير بملعقه صغيره.
كنت درت هنا 3 ملاعق، ومن بعد زدت ملعقين. تما نتوما ديروا كلش 2 ملاعق كبار تاع لا شابيو، ونعجن هكذا المكونات مليح مليح مع بعضهم حتى نحس باللي الدجاج هذاك والمكونات كامل تخلطوا مع بعضهم. هنا شوفوا حسيت ناقص، زدت ملعقه واحده اخرى صغيره، يتسمى كلش قلت لكم 2 ملاعق كبار ولا 4 ملاعق صغار. نعجنهم هكذا بهذه الطريقه، ومن بعد نجي نبدا نشكل في اليقطينات تاعي. هنا كنت فرشت بابي فيلم نحط فيه كميه هكذا تاع الدجاج، وندير هكذا نفتحها هكذا غير بالملعقه، نفتحها بهذا الشكل. وهنا عندي السلق اللي كنت طيبته ذبلته عادي، ومن بعد ما كنت ذبلته برك كنت رحيته. كنت درت لكم يعني طريقه تاعو بالتفصيل في الرولي، كنت درت لكم من قبل. حنخليكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف اللي تحب تشوف كيفاه درت هذا السلق بالتفصيل. حطيت هكذا قطعه تاع فخوماج كيما راكم تشوفوا، زدت عاود غطيتها هكذا برك بالسلق، طلعت السلق عليها وغطيتها به هذاك فورما يجي في النص، والسلق يجي داير به، ومن بعد يجي الدجاج. وهنا نعاود نروح غير بالبابي فيلم بهذه الطريقه ونجرب كيفاش نغطي هذاك السلق، يعني نعاود نطلع عليه هذاك الدجاج بكل سهوله يعني. ومن بعد ندور بابي فيلم بهذه الطريقه ونجرب كيفاش نسكرو، يعني كشغل ديروا هكذا كره صغيره، ونكمل كامل الكميه هذه تاع الدجاج اللي عندي بهذه الطريقه. شوفوا كيفاه نتحصلوا عليه. قلت لكم الحجم نتوما تحكموا فيه، يعني هذا الحجم مليح برك، ما هو صغير ما هو كبير. هنا نجيو نعطيوها الشكل تاع اليقطينه، نجيبوا طرف نجيبوا الخيط يعني انا استعملت على الخياطه عادي ودوبليتو برك كيما نقولوا، قطعت خيط كبير ودرتو على زوج هكذا باه يجيني شويه خشين. وشوفوا كيفاش نبداو ندخل الخيط من تحتها، ومن بعد ندير هكذا علامه زايد، ونبقى كل مره نعقد، ومن بعد نجرب كيفاش ندير كيما نقولوا في هكذا بهذا الشكل. قلت لكم كل مره تعقدوا في المنتصف هكذا وبهذا الشكل. ثم خدموها غير بشويه، راهي بزاف سهله. ونعقدوا الخيط مع الاخر كيما هكذا، وتكون اليقطينه تاعنا واجده. ها شوفوا كيفاه ثم ضغطوا شويه به كيما نقولوا تشكلوها مليح. هنا بعد ما كنت كملتهم كامل كنت حطيت قدره وكسكاس تاعي هكذا، درت فيها شويه تاع ماء من تحت، ورايحه نفورهم. ما يديوش وقت في التفوير بزاف، حوالي هكذاك نص ساعه حتى 40 دقيقه على حساب الكميه والحجم اللي عندكم. رايحه نحطهم كيما هكذا، نغطي عليهم ونخليهم يفوروا. يعني وحدكم راح تشوفوا الدجاج عاود بياض وكلش هاي باين باللي طابوا. ما تطولولهمش بزاف باه ما ينشفوا. شوفوا هنا، ها شوفوا كيف يولي الشكل تاعهم، يعني يبيضوا هكذا، تحسوا بلي الدجاج راهو طاب. ما تخليوش حتى انه يطلقوا شويه لاصوص تاعهم، ما تخليوهاش حتى تنشف مره باه ما يجيكمش ناشف. بعد ما كانوا فاروا بهذا الشكل نحيت لهم هذاك بابي فيلم وهذاك الخيط، وهنا نجيو نعطيهم تحميره في المقله هكذا. درت فيها قطعه تاع زبده وشويه تاع زيت، ورايحه نحمرهم. ميم هذاك الفخار تاع الدجاج اللي كنت نصبت به لاصوص كنت حمرته. وشوفوا هنا كيما نقولوا لاصوص تاعنا كيفاه جات خاثره، وهذوك الدجاج واليقطينات تاعنا بعد ما كنت حمرتهم كنت ستفتهم هكذا. وهنا رايحه نجي يعني كتزيين بسيط. شفتوا هذه اللي تجي فوق حبه الطماطم، كنت نحيتهم هكذا من الطماطم ورايحه ندير لهم هكذا من فوق باه نعطيهم شكل تاع اليقطين. وانتم تقدروا تستعملوا يعني ثاني الراس تاع الفلفل كيما حبيتوا تستعملوا هذه تاع الطماطم ولا تاع الفلفل اللي متواجد عندكم. درت رشه تاع معدنوس، وبهذا يكون طبق تاعنا واجد وحاضر في طبق التقديم. شوفوا الشكل تاعو يجي روعه ويشهي شهي. هنا حبيباتي نجي نقسم معكم يعني اليقطينه به تشوفوها من الداخل كيفاش تجي. شوفوا كاع نقسم فيها راهي باينه باللي اطريه. شوفوا هذيك لاصوص تاعنا كيفاش تجي خاطره تجي روعه. شوفوا كيفاش تجي من الداخل هذاك الفرماج يجي باين السلق. نتمنى انكم تجربوه هكذا، يعني نعاونوا بعضنا افكار هكذا. على بالي باللي كلنا حيرين واش نديروا للفطور اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم ويفيدكم. وهذا هو الفيديو حبوباتي تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم.
ونال رضاكم، ما تنسيوليش الجيم ورايكم في التعليقات، ونصحى فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.